حلقتنا اليوم عن شلون أهدي كل برج إذا عصب. شلون أهدي؟ عن برج الحمل لما يعصب خلوه على راحته، خلوه يطلع الكلام اللي بكبده كله، ولا توقفونه ولا تقاطعونه، ومشوا معاه. مشوا قول له صح كلامك عدل، لا انت مضبوط. اي مشوا معاه لين يخلص اللي بكبده كله، وبعدين راح يطخ. إذا عصب برج الثور يا لهوي يعني فعلا خليك بروحك، خله بروحه، لأنه والله لو تقول له كلمة، لو أحد حرف ما راح يستحمل، بيفجر القنابل الذرية. يعني هو لأنه يسكت وبعد الانفجار يعني الهدوء بقى قبل هو العاصفة. الهدوء الذي يسبق العاصفة. ايش نسوي؟ فخله قول له صح، انت اللي صح، انت على حق، واسكت. إذا عصب برج الجوزاء دايما أقول له أنا أتفق، أنا أحترم رأيك عفوا، لكن ما أتفق باللي أنت قاعد تقول. هو شخص جدا دبلوماسي، فيتقبل حتى لما تدزون له رسائل نصية فيها توضحون وجهة نظركم. فهذه طريقة الجوزاء. إذا عصب برج السرطان راح يعتقد إن أنت أهنته، فلازم تخلي نفسك إنه تكون وتحسسه بالحب. قوله والله أنا أتفق معاك، أنا أحبك، أنا وياك، وسامحني. للأسف بصدق راح خلاص. برج الأسد يا مولاي إذا عصب لا تكلمه ولا كلمة، خلي يطلع اللي بقلبك، لأنه سليط لسان، سوري ولا سليط، راح يجرح، راح ينتفكم تنتف. فخلوه ينتف، خلوه يطلع البلاوي كلها. قلبه طيب. اي قلبه طيب. هدوءكم راح يخلي برج الأسد يطخ ويهدى بتأثير سكوتكم وهدوءكم. العذراء لما يعصبون يعني راح يكون وايد صعبين، راح يقولك إن أنا مو معصب، وهو معصب فاير. لا ترجي، أهم شيء تتأسفون، اعتذر وابتعد، خليك بعيد، لأنه بعدين راح يطخ. بس تكون لا تحنون، لأن إذا حنيت بيقول لا أنا الصح، وأنا هذا قاعد أثبت له إنه هو صح 100%، وراح يزيد. اسكت خلاص. البرج اللي هو الميزان إذا كان معصب يفضل تقول له روح اطلع غير جو، لأنه إنسان جدا بطبعه دبلوماسي. لكن على قولة إخواننا المصرية تعد نقرك في نقره. حرب العالمية 17 تحدث قنابل. فهو إذا راح غير مزاجه ورجع لك، فخلي. برج العقرب ما يتقبل أي غلط ما يتقبله. فشنو الشيء اللي يهدئ باله؟ الشيء الأول الفلوس، والشيء الثاني إنه دش في حالة عاطفية. يمكن هذه الشغلات بس تهدي. برج القوس لما يكون وايد معصب ما يحبك تخليه وتروح، يحبك تقعد ويتناقش ساعة ساعتين 3. ده عنده لسان يحب يتناقش، عنده حرب لسانية على قولتهم. فأنت شو تسوي؟ نحاش قب وخر عنه الموضوع ونحاش. ما راح يتقبل برج الجدي أي نقاش، لأنه 100% حاس إنه هو صح. فظرافة حس فكاهة راح ينقذك من السالفة، لأنه هو وايد صارم وساكت ما يحب يعني النقاش. ما يحب النقاش كلش. فيعني الطرف طبعا برج الدلو يحب التفلسف، يحب يصير نقاش فلسفي، يناقشك، يفصل الموضوع تفصيل، يمللك. كان انت تثبت نفسك، وهذا عطى يعني شيء ديني يثبت صحة منطقي. انزين
بس لا تبكون، ما يحب التبكبك. يعني أهم شيء إنك أنت تحادث عقله مو عواطفه، تمام؟ وتفلسفه يعني، يحب الفلسفة. برج الحوت جدا مربك، جدا خطر. فشنو تسوين او تسوي؟ تحسسونه بان انت مكسور، ان انت مسكين، انت كلش حالتك حاله كثيفة. ممكن دمعتين. كل حاله كثيفه، راح يتاثر وراح يطخ. اما انك تشد وتسوي، اما انك تشد وتعصب زياده، وهذا راح يزيد اكثر واكثر اكثر. تحتاجون خياط عقبها. ايه. لك مكسور. النهاية المفروض كل واحد يعرف نقطة الضعف اللي قدامه، ويعرف شلون يهدي الطرف الثاني عشان ما يصير بركان. تمشي الحياة. خصوصا الأزواج يعرفون يهدون بعض عشان تستمر الحياة والهدوء. الحين تعرفون طبيعة كل برج الحين. طبعا طيبي اللي تابعوني توهم ما طافكم شيء، الحلقات كلها مسيبة باليوتيوب، 15 حلقة، واليوم ال16 بحط لكم قناتي باليوتيوب، تابعونا. إضافة إلى حلقات الأبراج اكو حلقات وايد ثانية ممكن تستفيدون منها، في ظرافة وفكاهة، في فصلة دبيك اللي نقول عنها. انجوي واستمتعوا، وإن شاء الله نكون كفينا ووفينا.